بحب الانضباط ويعجبني الرجاله المنضبطه. خير يا ابراهيم بيه؟ عايز مني ايه؟ انا عايزك تقعد كده وتستريح وتشرب حاجه. يا ابراهيم بيه انا عندي شغل والراجل وصل ومش مفروض يبقى في اي صله بيني وبينك نهائي. ليه يا راجل؟ احنا هنتخاصم ولا ايه؟ ها ما قلتش تشرب ايه؟ يعني اذا كان ولا بد يبقى عصير ليمون. يا حسني، عصير ليمون يا ابني والقهوه الزياده بتاعتي. ما قلتليش يا ابراهيم بيه انت عايزني في ايه بقى ضروري ضروري؟ انا عايزك تكمل جميلك معانا. وبالمناسبه ده شيك كده بحلاوه رجوع الباشا بمبلغ بسيط باسم المدام. انا ما شطبتش تدفعه لامر عشان تظهره وتصرفه بنفسك. وليه باسم المدام؟ يعني نوع من الاحتياط. المهم يا صبحي احنا خلاص وصلنا لرقبه ماهر. اوعدك انه يوم او يومين بالكتير وهيمضي معانا. وايه المطلوب مني؟ مطلوب يا وحش انك تنيم الراجل الكبير اليومين دول. انيمه ازاي مش فاهم؟ يعني بلاش يعرف اي حاجه عن اسعار الفضه في البورصه. يا ابراهيم بيه المفروض ان هو ممكن يتصل ويعرف الحكايه دي بنفسه. نيمه وبكره بعد ما اخلص مع ماهر يبقى اقول له على كل حاجه. يا ابراهيم بيه ده الراجل ده اول ما هيوصل الشركه اول حاجه هيسالني عليها اخبار البورصه. اكيد هيريح له يوم ولا يومين. خبر البورصه ده لازم يندفن وما يخرجش بره ابدا الا لما نوصل مع ماهر. مفهوم يا صبحي؟ طب ولو سالني؟ لو سالك يبقى قول له ان انت ما عندكش خبر، انك هتسال. يعني اشغله باي حاجه تانية، ده هي كلها يوم واحد بس. وبعدين الراجل محتاس ولسه راجع بعد غيبه طويله. الله يكون في عونه، هيفتكر ايه ولا ايه؟ ربنا يستر. الجامعة دي هي اللي هتطلع لي الجوال اللي هتشغل لي المصانع والشركات. أصلي بحلم بجامعة عصرية، جامعة عصرية بمعنى الكلمة. جامعة خاصة يا أحمد، ليه؟ هو احنا قد مشروع زي ده؟ أنت بتسألي بجوزك ولا إيه يا باسم؟ لا، بس المشاريع اللي من النوع ده بتقوم بيها الحكومات مش القطاع الخاص. ده كان زمان، دلوقتي القطاع الخاص بيخش في كل حاجة. ما كفاية عليك المصانع والشركات اللي عندك. ما هي الجامعة دي هي اللي هتطلع لي الكوادر اللي هتشغل لي المصانع والشركات. أنا أصلي بحلم بجامعة عصرية، جامعة عصرية بمعنى الكلمة. كتير قوي من أولادنا بيسافروا بره عشان يتعلموا هناك. أيوة، دول الفاشلين اللي مش قادرين يجيبوا مجموع يدخلوا الجامعات الحكومية. مش صحيح. طلبة كتير قوي ما بتقدرش تجيب مجموع في الثانوية العامة، لكن أهاليهم عايزين يعلموهم صح في جامعات صح. الجامعات بتاعتنا النهارده بقت مليانة طلبة. أي مدرج في أي كلية تخش فيه في مش أقل من 3000 طالب. تعليم إيه اللي هيتعلموه في ظروف زي دي؟ مش عارفة أقول لك إيه يا أحمد، أنت لما
لما بتقتنع بحاجه بتقنع بيها اي حد. لاني شفتها وهنفذها زي ما شفتها باذن الله. طيب هتنفذها لوحدك؟ لا، بالشركه اللي معايا. شركائي في مدارس العربي والمعهد المصرفي. تخاريف. ايوه تخاريف. الارقام اللي انت مقدمها عن الطلبه اللي هيدخلوا الجامعه بتاعتك يا دكتور احمد ارقام مبالغ فيها جدا. اسمح لي يا دكتور بعد اذن حضرتك، الارقام دي احنا جايبينها من واقع السجلات الرسميه عن عدد الطلبه اللي بيسافروا يتعلموا خارج مصر. مضاف ليهم طلبه انتم متوقعين انهم يلتحقوا بالجامعه. على اي اساس يا دكتور احمد انتم حددتم الاعداد دي؟ على اسس كتيره يا دكتور، اهمها الظروف الاقتصاديه للاسر النهارده اللي اصبحت قادره انها تدخل اولادها جامعات خاصه. ده غير طبعا نظام الجامعه اللي انا مقدمه لحضرتك في دراسه الجدوى اللي موجوده قدامك بس باختصار. انت بتقصد عدم التقيد بمجموع الثانويه العامه؟ ايوه. يبقى هتاخد الفاشلين اللي جايبين درجات قليله. حضرتك عارف وجهه نظري في نظام الثانويه العامه. ده نظام الدوله عاملاه يا استاذ احمد. بس ده ما يمنعش ان هو نظام فاشل، لانه بيحكم على قدرات الطالب في مرحله بحالها من خلال امتحان مدته ساعتين. ممكن جدا الطالب يكون مريض، يكون مرهق، يكون تعبان، يحط كل الكلام اللي هو صمه في الورقه بتاعته ويخلص. مش كده ولا ايه يا سياده العميد؟ يعني انت طارح اسلوب تاني للتعامل يا دكتور احمد مع طلبه الثانويه العامه؟ ايوه يا سياده العميد. النظام اللي انا مؤمن بيه ومقتنع بيه ان كل كليه تعمل امتحان قبول خاص بيها هي بالمواد اللي بتدرس فيها، زي الكليات الفنيه والكليات العسكريه. يعني امتحان قدرات. بالظبط كده. يعني الطالب اللي عايز يدرس طب لازم يكون شاطر في مواد معينه، مش شرط ابدا يكون شاطر فيها الطالب اللي عايز يدرس هندسه او علوم او حقوق. على كل حال يا دكتور احمد احنا مش هنتفرع ولا هنناقش سياسه دوله بحالها في التعليم. وليه ما نناقشهاش يا دكتور؟ هو ده مش شغلنا؟ هي البلد دي مش بلدنا؟ هي الاولاد الغلابه دي اللي بتطحن في الثانويه العامه دول مش اولادنا برضو؟ اذا كناش احنا هنناقش سياسه التعليم، مين اللي هيناقشها؟ الحكومه يا دكتور احمد. هو احنا كل حاجه هنسيبها على الحكومه؟ امال احنا فين؟ انا اسف، انا مش هشارك في مناقشه سفسطائيه ولا هوافق على مشروع خيالي زي ده. عن اذنكم. معلش يا دكتور احمد، ما تزعلش مني، سامحني. المره دي مش هقدر ابقى معاك، لا السن ولا الصحه يقدروا على طموحاتك دي كلها. معلش، انا اسف. الحمد لله بالسلامه يا راجل، وحشتنا جدا جدا. اهلا دكتور قادر. اهلا وسهلا. كنت فين المده دي كلها؟ كنت هربان. هربان من مين؟ وليه تهرب يا راجل يا طيب؟ رحت لك المستشفى قالوا خرج، سالت عليك ماهر قال انك في فتره نقاهه. ازيك دلوقتي؟ انت ايه رايك؟ بسم الله ما شاء الله، زي الفل يا عم، وكل مدى بتحلو. عين عليك برده. الله يخليك، عمر الشقي باقي. اتفضل اقعد. ما تيجي تشوف الكمبيوتر العملاق اللي احنا جبناه في القسم عندنا؟ هو انت جبت الكمبيوتر اللي كان نفسك فيه؟ قلت الماهر عليه، اتصل بالشركه في المانيا جابوه له على طول. ماهر اللي جابه؟ ما انا قلت له انه مهم جدا وضروري جدا، وانا قلت لك فعلا الكلام ده يا دكتور. ايوه بس معلوماتي ان ما كانش فيه ميزانيه. ما هو ماهر اتصرف بقى. ما تيجي تشوف الشغل اللي احنا عاملينه بيه في الكليه. بعدين انا اصلي لسه واصل. هستناك تعدي عليا ان شاء الله. دكتور قادري. ايوه يا دكتور احمد. عرفت بقى انها مش تخاريف؟ هي ايه دي؟ مشروع الجامعه الاهليه اللي انت رفضت تشارك فيه وسخفته وسخفتني عليه. يا راجل انت لسه فاكر؟ مشروعاتك كلها يا دكتور احمد في الاول تبان انها تخاريف، وبعد شويه تبقى صح 100 عموما ما تزعلش مني، انا يا سيدي غلطان، انا اسف جدا ولو انها متاخره 10 سنين. طيب ما دام بقى اعترفت واعتذرت، خدني وريني الكمبيوتر العملاق بتاعك اللي جابه ماهر. اتفضل. ادخل. مساء الخير. انت فين يا عم من الصبح؟ انا بدور عليك. ايه ده؟
نسخة للعدد الأول من الجريدة اللي منزلها ماهر. هي هي نزلت السوق؟ لا لسه، هتنزل بكرة الصبح، لكن النسخة دي أنا جبتها من المطبعة. افتح واقرا المانشيت اللي مكتوب فيها وشوف مكتوب إيه يا كبير. نستغل الملف اللي انا اديته له. هو لوح باستغلاله من خلال الراجل ده. طب والاسماء التانية دي؟ لا، الأسماء التانية دي الرقابة الإدارية بقى بتحقق معاهم فعلا. واضح إن هو عمل بيهم سب صحفي، وكمان واضح إنه جاب الخبر ده من جوه الرقابة. انت قريت التحقيق ده؟ فصصته. وايه رايك؟ أنا شايف إن هو بيبعت لنا رسالة من خلال الشخصية اللي عمل معاها السب الصحفي ده، وبيقول إن هو قدر يوصل له وممكن يستغله، ومستني يشوف رد فعلنا. تفتكر ايه يكون رد فعلنا؟ لازم رد فعلنا يكون قوي جدا، عشان يعرف إنه لو قرب للموضوع ده صوابعه هتتحرق. انت قلت لي هتنزل السوق امتى؟ بكرة الصبح. مش لازم تنزل السوق. ازاي؟ مش عارف، بس مش لازم تنزل السوق بأي تمن. يبقى احنا لازم نتحرك من دلوقتي. استاذ صبحي، الدكتور احمد وصل. وصل فين يا سوريان؟ تحت يا فندم، الاستعلامات بلغتنا بكده. طيب روح انت. حاضر يا فندم، حاضر. بقول لك ايه، الراجل وصل لغايه هنا ولازم اقول له على اخبار البورصه. النهارده بس، قول له بكره. ما ينفعش اخبي عليها اكتر من كده. لو انا ما قلتلوش هو هيسالني. انا موقفي حرج جدا يا ابراهيم، دي حاجه ما تستناش اكتر من كده. انا مخبي عليه الخبر ده بقالي اسبوع دلوقتي عشان خاطرك. اكيد هتلاقي حاجه، قول له انك ما اتصلتش، ما تعرفش. لا لا لا، ما ينفعش، عن اذنك. يلا يا اخوانا رحنا على مكتبي. يلا يا استاذ. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا صبحي. اهلا بيك، اهلا وسهلا. ايه الزيطه دي كلها؟ الناس فرحانين بيك يا دكتور، كلهم بيحبوك، ما صدقوا انك جيت عايزين يطمنوا عليك. بس يا بسم الله ما شاء الله صحتك بقت على هتفضل طول عمرك تروح عليا كده. اهلا، ازيك يا عم صابر؟ ازيك يا عم صابر؟ يا سروال، بتبوسني ليه؟ بتبوسني ليه؟ انت ايه اول مره تبوسني؟ في حاجه عايز حاجه ولا ايه؟ طب عنك الشنطه. مالكش دعوه بالشنطه. مكتب هنا بتراقب فيه كاميرات، خلي بالك. بالامر انت عندك 3 عيال صح؟ ايوه. وفي واحد جاب موحد فيهم صح؟ عرفت بقى كل حاجه بتراقب ومعروفه هنا هتتبهدل يا سروال قوي. طب ليه طلب عنك بس؟ عايز ايه؟ هو انتوا كنتوا فين؟ ايه كنا فين؟ كنا بنصدي بنركب عدسات. انت مالك انت ومال العجل؟ بقول لك ايه؟ كاميرات هتتعبك. طيب. ايوه. طب عنك الشنطه دخلها. اه ايدك وايه حوض السمك اللي انت حاطه على عينيك ده؟ سيبني خليني اركن ده. تركن. صبحي بيه. اهلا، ازيك يا صابر؟ الحمد لله على السلامه. ايوه يا باشا. لا متشكر، روح انت يا صبري. تحت امرك يا باشا. اروح ازاي؟ انا لازم استنى حضرتك عشان اوصلك. مالكش دعوه بيا، انا هتصرف. روح انت لمراتك وولادك. كتر الف خيرك يا باشا. السلام عليكم. صابر. ايوه يا باشا. خد اشتري حاجه لمراتك وولادك وانت مروح، يلا. يا باشا غيرك مجرد على القفل. السلام عليكم. مع السلامه. سروال سروال سروال. سروال. شايف؟ شايف؟ ايه دي؟ دي 100 جنيه. تبان عشان 100 جنيه يا عم صابر؟ انا ابيعك عشان مفتاح صليبه اساسا. يا راجل في سمكه. ماشي يا عم صابر. ياه، وحشني قوي المكان ده.
سعادتك ما تعودتش تغيب عنه مدة طويلة كده من يوم ما انشأنا الشركة. ايوه. على فكرة دكتور فخري كان بيطمنا عليك وعلى صحتك، ومدام شهندة كمان طمنتني. انت شفتها؟ يعني مرة أو مرتين. وماهر اخباره ايه؟ لا بقى، ماهر ده اللي رجله ما هوبتش ناحية الشركة من يوم سعادتك ما شخطت فيه في التليفون. سمعت إنه بيعمل شغل خاص بيه. شغل ايه؟ يعني يظهر عاوز يشتغل صحفي. ماهر؟ ايوه، بيقولوا انه اشترى جورنال جديد ومشغول بيه جدا، وبكره العدد الاول منه. ماهر؟ ماهر ايه علاقته بالصحافه؟ والله علمي علمك يا دكتور، لكن زي ما بيقولوا يعني ابن الوز عوام. وانت مثلا كان ايه علاقتك باللبن ومنتجاته، ولا بالسياحه، ولا بالمباني والمقاولات؟ اهو رجل اعمال شاب بقى وعاوز يشتغل. ايوه بس الصحافه دي مخاطرها كتير قوي. وبعدين انا ما اشتغلتش غير في الحاجه اللي انا افهمها، اللي هي التعليم. المشاريع التانيه كلها كانت استثمار، جت بعدين بعد ما بقى لي اسم. طيب وايه المانع يا دكتور انه يجرب بنفسه؟ وهو جاب فلوسها منين بقى وبيصرف عليها منين؟ لا دي حاجه ما اعرفهاش بقى يا دكتور. بس مش ملاحظ سعادتك انك ما سالتنيش عن شغلنا لحد دلوقتي؟ انا متعود انك انت تقدم لي التقرير من غير ما اسال. التقرير هحضره النهارده وهعرضه عليك بكره ان شاء الله. بس دلوقتي عندي اخبار كويسه قوي بالنسبه للبورصه. خير؟ سعر الفضه بدا يعلى. بجد؟ بقى بكام؟ $20. الحمد لله. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم. تعرف يا صبحي، انا من ساعه ما خرجت من الاسانسير وانا حاطط عيني عليك. نفسي اعرف امتى هتقول لي الخبر ده. انت ازاي قدرت تمنع الخبر ده عني طول المده دي؟ ها؟ مده ايه يا دكتور؟ من ساعه ما شفتني لغايه دلوقتي. اصل الحقيقه يعني قلت اخدك بالهداوه عشان صحتك يعني، وما تبقاش صدمه. هو في صدمه اجمل من كده؟ شفت بقى ان توقعاتي كلها كانت صح 100%. اقول لك الفضه هتغلى تقول لي نبيع يا دكتور. اقول لك استنى يا صبحي تقول لي نبيع يا دكتور، هنروح في داهيه يا دكتور. جالك كلامي بقى عشان تاني مره تبقى تصدقني. وانا من امتى ما بصدقكش يا دكتور؟ ما انا طول عمري بصدق كلامك وماشي وراك زي ضلك. ايه ندمان؟ لا استغفر الله العظيم، ندمان على ايه؟ ده جمايلك مغرقاني وبزياده. الحمد لله، احنا الاثنين كوبل كويس قوي، ربنا يديم معروف. ها ايه رايك بقى، نبيع؟ نبيع ايه؟ الفضه طبعا. هنبيع ايه يعني؟ لا لسه شويه، الفضه تمنها هيغلى. دكتور احمد من فضلك، انت ناسي ان علينا قرض للبنك ب$10 مليون؟ لا مش ناسي طبعا. هو امتى تاريخ استحقاق القرض؟ بالظبط 3 ايام ابتداء من بكره. كويس قوي. تالت يوم قبل ميعاد الاغلاق نبيع اللي يكفي تسديد القرض. لا من فضلك يا دكتور، مش عايزين نستنى لاخر لحظه، لربما يحصل حاجه لا قدر الله. مش هيحصل حاجه ان شاء الله. سعر الفضه هيوصل ل $40 في خلال شهر وهتشوف. طب دكتور احمد، عشان خاطري انا المره دي بلاش مغامره. كفايه الجامعه كانت هتروح مننا. ماشي، احنا نبيع الفضه ونسدد القرض وكل القروض اللي علينا، وكفايه مغامرات بقى. طيب هقوم انا بقى ادي اوردر بالبيع واجيب لك بقيه الكشوف بالمره عشان تمضيها. ابعت لك ايه عشان تشربه؟ لا ولا حاجه، انا مستنيك. ايه يا ريكارد، ازيك يا صديقي؟ انا احمد العربي. ازيك انت؟ انا بتكلم عشان اتشكر لك على موقفك معايا. متشكر قوي يا ريكارد. انا هحول لك ان شاء الله كل المبلغ المطلوب. قيمه القرض كلها هتوصل لك، وهبعت لك رقم التحويل. انا بشكرك مره تانية يا ريكارد. متشكر. باي يا صديقي. انا كلمت البنك وبلغته ان احنا هنسدد القرض. بصراحه هم يشكروا جدا على الموقف اللي عملوه معانا ده. والبركه في ريكارد صديقي الحقيقه. لا هي مش مساله صديقك يا دكتور، الحقيقه المهم اسمك وحجم تعاملاتك، هم اللي بيشفعوا لك عند الناس دي. عموما مبروك علينا. الله يبارك فيك. قول لي يا صبحي،
يا دكتور. هي الجريدة اللي اشتراها ماهر دي اسمها ايه؟ ايه؟ مش عارف اسمها ولا ايه؟ لا عارفه، اسمها همسات. همسات؟ مش دي الجريدة الصفراء اللي شتمتني واتهمتني ان انا سرقت اموال البنوك؟ للأسف هي. دي الخطة اللي هنمشي عليها زي ما استلمتها من شركة توزيع. 10,000 نسخة مش قليل ده غريب. يا عمنا بس هم يتوزعوا، وبعتنا الجرنان بتاعنا هيقعد في السوق اسبوع، اذا لقينا السحب عليه جامد نطبع تاني حسب احتياجات السوق. يعني بكرة الصبح هنزل الشغل هلاقي جورنال عند البياعين. ان شاء الله من النهارده الساعة 10 بالليل يبقى في القاهرة والجيزة، ومن بكرة في كل المحافظات. أنا مش قادر أتخيل رد الفعل بعد المجهود الفظيع اللي إحنا عملناه. يا رب تفرح بيه زي ما فرحت بابنك البكري. هو المحروس اسمه ايه؟ اسمه أحمد، على اسم بابا. بابا؟ دكتور احمد العربي، يا اهلا وسهلا يا فندم، يا دي النور، ده المكتب كله نور والله يا فندم، يا اهلا وسهلا. أهلا يا بابا، اتفضل اتفضل حضرتك. أهلا وسهلا، أهلا أهلا. طب هسيبكم انا بقى مع بعض، استاذن انا بقى. ها؟ ده إيه المفاجأة الجميلة دي؟ اشرب حاجة بقى حضرتك. اقعد يا ماهر. بسم الله ما شاء الله، ده حضرتك في أحسن حال أهو. ده أنا ما شفتش حضرتك من أيام ما كنا في المستشفى تقريبا. ما انت لسه شايفني امبارح. لا امبارح ده ما يحسبش يعني، محدش لحق يشوف حضرتك اصلا. ايوه، ما انت كنت مشغول بخطوبة اختك. بابا انا كنت عايز اشرح لحضرتك الموقف يعني. مش وقته. لما نتكلم في الموضوع ده في وقت تاني. امال حضرتك جاي عايز تتكلم في ايه بالظبط؟ انت ايه علاقتك بالصحافة؟ احبها طول عمري، ولو تفتكر حضرتك انا كنت عايز اخش اعلام وحضرتك رفضت وصممت ان انا اخش هندسه. انت فاهم ان الجريدة اللي انت اشتريتها دي اسمها صحافة؟ دي حسالة يا استاذ. دي جريدة مريضة مبنية على الفضايح وانتهاك اعراض الناس. مش هي دي برضو الجريدة اللي شنعت عليا في يوم من الايام واتهمتني بالسرقة والهروب باموال البنوك؟ ايه يا استاذ غريب، في ايه؟ اسكت خلينا نصمت. مش دي الجريدة اللي فبركت فيها صور ليا وانا بستلم مكن ما استلمتوش وما شفتوش غير النهارده؟ ايوه هي، وده السبب اللي خلاني شاركت فيها. انت شاركت فيها ولا اشتريتها؟ شاركت فيها، وبالنصيب الاكبر زي ما حضرتك علمتني عشان ابقى مسيطر عليها. وتسيطر عليها ليه؟ دي جريدة صفرا ومشبوهة. قبل ما حضرتك تقول اي حاجه، انا عايز حضرتك تشوف اول عدد يطلع من الجورنان ده بعد ما انا شاركت فيه. مش عايز اشوف حاجة. طيب بص بصه كده، العدد ده نازل السوق بكره الصبح ان شاء الله. ايه يا استاذ غريب، انت هتفضل متوتر كده؟ ما تهدى بقى. ازاي بس اهدى ازاي؟ الراجل ده لو قال لا تبقى لا، انت ما تعرفوش اصلا ده حوت من الحكام الكبيره، ولو قال كلمه ما بيرجعش فيها. على كل حال احنا لسه عندنا الجريده بتاعتنا، وشقه كفر هرمس لسه موجود، نرجع زي ما كنا. لا يا اختي ما عادش ينفع، انا اتغيرت خالص، وانت الاخرى اتغيرتي. ها انت تقدري ترجعي شقه كفر هرمس؟ لا انا كمان ما عادش ينفع، لعلمك بقى الراجل ده لو قال لا يبقى احنا وقعنا في الهو. غريب، خلي اي حد يعمل لنا قهوه. المهم ايه الاخبار؟ يعني ايه دي؟ بس ريح حاجه كده. يعني حضرتك ما علقتش؟ مش بطالة، ولو ان نبرتها عالية شوية خصوصا في موضوع الفساد. ولا حادثه منشوره من غير مستند رسمي. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا دلوقتي بنشتغل في سوق مفتوحه. السوق ده لو ما بتحكموش قوانين اخلاقيه صارمه هيختلط الحابل بالنابل وهيضيع مجهود ناس كتيره بتشتغل بشرف زينا. يعني انت ناوي تعمل زعيم سياسي بقى؟ لا مش زعيم سياسي ولا حاجه، بس زي ما في صحافه اثاره وفضايح
لازم يكون في برضه صحافه جاده وهمها ان البلد دي تتقدم بجد. وده طبعا مش هيحصل غير لما يكون في شفافيه وصدق في التعامل وديمقراطيه من اللي بجد. والفساد طبعا من اهم المعوقات اللي بتمنع ده وتقضي عليه كمان. وانت بقى اللي هتحارب الفساد لوحدك؟ انا وغيري من الجرايد الجاده ورجال الاعمال المحترمين منهم. مش بعيد عليك مرشح نفسك في مجلس الشعب. حضرتك بتقول فيها؟ انا فعلا بفكر في الحكايه دي وكنت عايز اخد راي حضرتك فيها. بس هو دي هنخش. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، اهلا وسهلا يا سعاده البيه. حلو قوي يونيفورم الفراشين اللي انت عامله ده، ماشي مع الموبيليا. سعادتك يا فندم لا يقدمها فراش ولا موظف، يقدمها رئيس التحرير بذات نفسه يا فندم. ده استاذ غريب الغريب يا بابا، رئيس التحرير. لا هو غريب فعلا، ده رئيس تحرير. التنفيذي يا فندم، لكن رئيس التحرير الفعلي الباشمهندس ماهر. حضرتك طلعت على الجريده؟ ايوه، وهدور لكم على محامي شاطر يخرجكم من السجن ان شاء الله. يبقى كده اكيد الجريده عجبت سعادتك، صح؟ انت يعني وقفت من غير استئذان وقعدت من غير استئذان ودخلت في الحديث من غير استئذان. انت متاكد من رئيس التحرير ده؟ التنفيذي يا فندم. عموما انا مش هعكر صفو حضراتكم، بعد اذن سعادتك. بس اكيد الجريده عجبت سعادتك. نمره. هتكمل بقى وتاخد صورتها الحقيقيه لما نضيف الجانب الرياضي. الرياضي؟ طبعا، لما ناخد المركز الاولمبي ونشغله. ياه، انت لسه بتفكر من اياميها؟ ده ما غابش عن بالي لحظه واحده يا بابا. وانت ليه مصمم عليه قوي كده؟ لاني شفته مليان لعيبه وفرق وكاتبين اسم العربي على تيشيرتاتهم. شفته زي ما حضرتك شفت المدارس والجامعه قبل كده. استني. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك. أعمل لحضرتك قهوة؟ لا متشكر. امال المدام فين؟ الحمد لله على السلامة يا أحمد. خليكي مع الأكل يا دادا. حاضر. وحشتيني قوي. إزاي؟ انا كويس. انت كمان وحشتيني. انا مش فاهم اي حاجه. ممكن تشرحي لي الموقف واحده واحده؟ أحمد، أنت عارف أنا قد إيه بحبك؟ عارف. وعارف إني مش ممكن أتسبب في أي حاجة تضرك أو تألمك؟ انت الظاهر هتقولي حاجه خطيره. هي خطيرة لكن تحت السيطرة. مش فاهم. أفهمك، بس أرجوك يا أحمد ما تنفعلش. ما ده يتوقف على اللي انت هتقوليه. فاكر أول مرة اتقابلنا فيها؟ تقريبا. لما رحت المدرسة وقابلتك هناك. ايوه فاكر. انت عايز توصلي ايه؟ لما رحت أدور على شغل عندكم في المدرسة. عايزه توصلي لايه؟ أنا ما كنتش رايحة أدور على شغل ولا حاجة. امال كنت رايحه تدوري على ايه؟ أنا أحكي لك كل حاجة بالظبط وبمنتهى الأمانة، بس أرجوك يا أحمد صدق كل كلمة هقولها لك لأنها الحقيقة. من غير مقدمات، احكي بقى. ده استوى خلاص. الصينية كمان استوى. أما أروح أقول لهم بقى. يا ست
هانم. استني شويه يا دادا، انا هبقى اندهلك. حاضر. عندك حق تعمل فيا اللي انت عايزه، بس ربنا يعلم اني ما غشتكش ولا خنت الامانه اللي حطيتها في رقبتي من يوم ما اتجوزنا لحد دلوقتي. صدقني يا احمد. احمد. ايوه. مصدقني؟ انت ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده؟ حاولت كتير بس ما قدرتش. كنت فاكره ان الموضوع انتهى لما انت رفضت تتعامل معاهم، لكن لما فكروا يستخدموا ماهر مكانك ما قدرتش. يعني ماهر دلوقتي عارف العلاقه اللي بيني وبينك؟ كان لازم اقوله عشان يتصرف ويصدق كلامي، وقلت له كمان على المحاوله اللي حاولها ابراهيم زيدان معاك قبل كده. عشان كده اشترى الجريده، يكتبوا مقالات عن الفساد وتجاره السلاح. يا نهار ابيض، دي نازله بكره السوق. هي ايه اللي نازله بكره السوق؟ الجريده بتاعته. الخطة زي ما فهمتها لك بالظبط، أي غلطة فيها هتعمل لنا مشكلة كبيرة. طبعا أنت عارف الحكاية دي. عارف يا فندم. وعارف إن العملية دي خطيرة جدا. عارف سيادتك. ولو يعني لا قدر الله حصل في الأمور أمور والعربية اتمسكت، المفروض إن مفيش أي مخلوق يعرف عننا أي شيء. ما تشيلش هم يا فكري بيه. المهم أنت عارف المكان اللي متخزنة فيه الجريدة والمكان اللي هتتشون فيه. اوعى أي حد يعرف عن الموضوع ده أي حاجة. الفلوس ديت عشان الرجالة، أنا عايزك تظبطهم وتدلعهم، خلي إيدك فرطة معاهم، وأي حد يعرف حاجة عن الموضوع ده. الله حلاوة بقى، أنت طريق السلامة وبلغني بالأخبار أول بأول. حاضر يا باشا، مع السلامة. السلام. كده تبقى طابت. عملت ايه يا فكري؟ كله تمام يا ريس، استولينا على النسخ كلها وهنوزعها احنا بمعرفتنا. جميل. هتودوها المخازن اللي في طريق الاسماعيليه. ماشي يا ريس. حاجه تانية، الاصول بتاعت الجورنال عشان ما يعرفش يطبع تاني. لا طبعا خدت الديسكات، هي دي معقوله هتفوت عليا؟ المهم ما حدش يعرف من اللي ورا الحكايه دي. لا طمن يا ريس، اسمنا مش مذكور في اي حاجه. برافو عليك يا فكري. نتقابل بالليل عشان نحتفل. سلام. مساء الخير يا ماهر بيه. مساء الفل. هو الدكتور لسه ما وصلش يا عم عبد الله؟ لا والله لسه ما وصلش. طب روح انت. عملتها برضه يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. امال بابا فين يا ماهر؟ بابا كان عندي ونزل من شويه، راح للمحامي. محامي؟ طيب. شفت يا ست الكل الجورنال اللي ابنك طلعه؟ جورنال ايه؟ وريني كده ماهر. شوف يا سيدي يا سيدي، رئيس مجلس إدارة. طبعا يا بنتي، ورئيس تحرير كمان، بس ما حبيتش اكتبها. ماهر، هو بابا كان عندك فعلا؟ طبعا. وراح للمحامي؟ زمانه جاي يا ماما، مش هيتاخر. ايه يا عم الكلام الجامد قوي ده؟ ها، ايه رايك يا حبيبتي؟ حلو قوي، جريء قوي. مش ده الجورنال اللي نشر قبل كده خبر ايه عن بابا؟ انت فاكر لما فبرك صورتك وبابا بيسلم عليك؟ بس العدد ده بقى اول عدد بعد التجديد. ايوه بس حلو والله يا ماهر. عملته امتى ده؟ احنا يا ابني بقالنا 4 أسابيع مقتولين فيه انا واستاذ غريب. غريب مين؟ غريب الغريب، ده اغرب غريب في الدنيا. جريدة همسات في شكلها في اعلان عن برنامج اهو في التلفزيون. همسات، صحافة جريئة. همسات
تحقيقات مثيرة. همسات، كلمة حق في وجه الفساد. همسات، نحن بك ولك. همسات، غدا مع الباعة في كل مكان. رئيس مجلس الإدارة ماهر أحمد العربي. هي دي الجريدة؟ ايوه هي. في الحقيقه بيعملوا مقالات ومواضيع كويسه جدا وجريئه جدا، بيتكلموا عن الفساد، بيتكلموا عن المخدرات، بيتكلموا عن تجاره السلاح. ذكروا الأسماء؟ افتكر سمعت كام اسم. يا نهار أبيض، لا يكونوا جابوا سيرتهم. سيره مين؟ إبراهيم زيدان والمجموعة اللي شغالة معاه. أرجوك يا أحمد، الحق الحكاية قبل ما تكبر. حاول تعمل حاجة بسرعة. اعمل ايه يعني؟ خلي بالك من ماهر، لحسن لو عرفوا إنه نشر أساميهم أو جاب سيرتهم في الجورنال هتبقى مصيبة. يلا يا أحمد، وأنا هتصرف من ناحيتي. هتصرفي هتعملي ايه؟ اوعي تكوني مخبيه لي مفاجآت تانية. أيوه، أنا بلغت البوليس عن الناس دي وهم مراقبينهم من مدة طويلة، عشان كده أنا حاولت أبعد ماهر عنهم بأي تمن. يلا يا أحمد، يلا. خلي بالك من ماهر الليلة دي بس. ابقى طمني لما توصل. ان شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك. ألو؟ ايوه يا باشمهندس ماهر، انا غريب. الحقني يا باشمهندس، في مصيبه كبيره حصلت. مصيبة؟ مصيبة ايه يا غريب؟ ما تتكلم. يعني ايه النسخ كلها اتاخدت اتوزعت يعني؟ امال ايه؟ اتسرقت؟ 10,000 نسخة يتسرقوا؟ جرى يا غريب، ما تقول كلام معقول. امال انا رحت المطبعه اسال عن نسخ، قالوا لي شركه التوزيع بعتت عربيه خدت النسخ. رحت شركه التوزيع قالوا لي هم ما بعتوش عربيات اصلا. يعني ايه؟ يعني في عربيه راحت خدت النسخ وهي مش عربيه شركه توزيع. سألت عند بتوع الجرايد؟ سالت عند كل بتوع الجرايد، مفيش ولا نسخه نزلت السوق. النسخة اتسرقت فعلا؟ مش بس النسخ المطبوعه اللي اتسرقت، ايه تاني؟ الديسكات نفسها كمان اتسرقت. يا ماهر يا ماهر، لازم تتصرف بسرعه، دي كارثه. النسخ لازم تنزل السوق بكره. وكمان ما نقدرش نعيد طبعه. مين اللي هيعمل كده يا غريب؟ لا 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 لا، مفيش داعي للبوليس دلوقتي خالص. انا هتصرف مالكش دعوه، انت قلت لك. ايه الحكايه يا ماهر؟ الجورنال اتسرق. 10,000 نسخه اتسرقوا. يعني ايه؟ مش فاهم. اتسرقوا ازاي؟ واحد راح للمطبعه لانه شركه التوزيع، وبعدين طلع مش شركه توزيع ولا حاجه. ومين اللي ممكن يعمل كده؟ وليه؟ مفيش غير واحد بس هو اللي ممكن يعمل كده. ده واحد بيهزر، بس هزاره تقيل شويه. مين ده؟ انا ماشي. هتروح فين؟ استنى ابوك لما يجي. لازم امشي يا ماما، ما تقلقيش. طب بلغ البوليس يا ماهر. مش محتاجه بوليس، هو مشوار صغير وراجع على طول. الحق اخوك يا عمر، ما تسيبوش لوحده. سترك يا رب.